ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم محمد ياسر من قناة مويا استوديو. النهاردة هنشوف مع بعض ازاي نعمل سوشيال ميديا ديزاين زي اللي ظاهرين على الشاشة دول. مش هنستخدم أي حاجة غير الفوتوشوب، ولكن هنستخدمه بشكل ادفانسد شوية وهيبقى سهل جدا في الشرح. خلونا مع بعض نبدأ نشوف الدرس الجديد. يلا بينا. بدأنا بإن احنا هناخد الصورة اللي هنشتغل عليها وليكن صورة محمد علي مثلا. تمام، نقلل نظبط السكيل بتاعها ونعمل مثلا سيلكت على السبجكت بتاعنا وماسك طبعا. خلونا كده نظبط السكيل ونعمل convert to smart object. بعد كده ندوبليكيت اللاير، ندوس كليك يمين ونعمل دوبليكيت. نخفي اللاير الأولاني، عايزين نعمل لاير فيهم color overlay خليه أبيض ونكبره شوية، نكبر السكيل بتاعه. والكنترول تي عشان ندخل الترانسفورم سيلكت. نقف على أول لاير، عايزين من القائمة اللي تحت نجيب الدريس هولد ونظبط القيم بتاعتنا وندمجهم مع بعض. بعد كده من قائمة سيلكت كولر رينج سيلكت على الأبيض وندوس انتر وندوس زرار ديليت عشان نلغي الأبيض. بعد كده نكتب التكست بتاعنا وليكن مثلا كلاي أو كلاي، مثلا appear expanded. نكبر الفونت. تمام، ننزل تحت اللاير بتاع محمد علي. ممكن نجيب شكل ورقة كده مقطع هنستخدمه وهنعرف دلوقتي هنستخدمه ازاي وليه. نظبط الترانسفورم بتاعنا، روتيت، سكيلينج، دبل كليك، نعمل كولر اوفرلاي وناخد منها نسخة تانية كنترول جي ورايت كليك ونعمل راسترايز لاير ستايل عشان تبقى لونها أبيض، بحيث إن احنا لو عملنا لأي حاجة كليبنج ماسك عليها ما يبقاش لونها أبيض، لأ يبقى جوه الحواف بتاعتها أو جوه النطاق بتاع اللاير بتاعنا، ولكن ما ياخدش نفس الخواص بتاعته من حيث الستايل، سواء كان واخد دروب شادو واخد كولر اوفرلاي. فتمام، نظبط الترانسفورم بتاعها، روتيت. تمام، خليناها جواها. نظبط شوية تمام، نخلي اللاير اللي تحت بقى اللي هو تحت اللاير اللي احنا عاملين عليه كليبنج، بما اننا كنا واخدين منه نسخة قبل كده. محتاجين بس نخفي اللاير بتاع محمد علي وهو واقف عشان هنشتغل على الصورة اللي ورا، وناخد منها كذا كوبي. وأول لاير هنعمل له ثريس هولد، بعد كده هنعمل ميرج طبعا للثريس هولد واللاير اللي أنا عايزه، بحيث إن احنا كنترول إي أو رايت كليك ونعمل ميرج لاير من القائمة. نطلع على السيلكت، بعد كده كولر رينج وندوس على الأسود عشان مش عايزينه ونعمل ديليت. تمام، نقف على الثريس هولد نظبط القيم بتاعته ونقف عليهم هما الاتنين ونعمل ميرج لاير أو كنترول إي. بعد كده سيلكت كولر رينج ونقف على الأبيض عشان دلوقتي احنا عايزين الأسود ونعمل ديليت للأبيض. كده بقى معانا أبيض وأسود واللاير الأساسي، بيدي كده إفكت لذيذ حلو. نقدر بقى دلوقتي نظبط بس الحتة دي. تمام، نحط السيجنيتشر بتاع محمد علي، نظبطها طبعا نحطها في مكان زي ما احنا حابين يعني. طبعا دلوقتي لما بننزلها بيبقى حواليها، خلونا نبص مع بعض كده، أبيض كده في أبيض، فاحنا هنخلي الأبيض ده يتشال بإن احنا نخلي اللاير ستايل بتاعها مالتيبلاي. تمام، ماشي. نعمل كده يعني قطع فوق الأبيض ونظبط الروتيشن بتاعه ونعمل نفس القطع تحت. حلو أوي. وبعد كده نقدر نحط بقى التكست بتاعتنا، وليكن مثلا تمام 1942 16. نظبط الفونت بتاعنا ونعمل له layer style drop shadow، نخلي الشادو بولد شوية مبقاش في فلتر، نعلي الديستانس شوية. اوكي، what's my name، نحط كده rectangular
ونخلي لونه أبيض ونكتب عليه الستاتس بتاعت كلاي. تمام كده تمام. كي اوز كبر كده شوية عشان يظبط معانا و تمام. حطينا السيجنتشر بتاعتي أو عشان الكوبي رايت يعني. و2025 نحط بقى التكتشر بتاعنا الباك جراوند، نحطه كده فوق كل حاجة ما عدا صورة كلاي الأولانية. دبل كليك ونظبط الأندرلاين لاير، ويعني عشان بس يبقى في حاجات فيها شفافية ما تبقاش واخدة الشكل بالظبط. بس كده وبكده نكون خلصنا حلقتنا. لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، واستنونا في حلقة جديدة. سلام.